المحاضرة كلها بالانجلش، فكانت بتقول لنا جملة على طول: use it or lose it، استعمله او اخسره، استفيد منه او اخسره. ايه هو؟ لسانك الانجليش اللي عندك، لازم تتعلم لسانك ينطق انجليش، فلازم تستعمله. اغلط، مفيش مشاكل خالص تغلط. انا بغلط لحد دلوقتي، الناس اللي بتكلم معاهم بيغلطوا، لان هي مش لغتنا. يعني لان هي مش لغتنا الام، احنا مش اجانب، احنا مش انجليش بيبول علشان ما نغلطش لا، انا بغلط واللي بتكلم معاه بيغلط، لكن بنحقق الهدف من اللغة اللي هو التواصل. بنقدر نفهم بعض رغم الغلط بتاعنا. ان انت قلت غلط ممكن هو يصلح لك، ممكن يقول نفس الجملة بتاعتك اللي انت قلتها غلط بالطريقة الصح، فانت بتتعلم منه او هو برضو بيتعلم منك. فما تخافش خالص من الغلط، كله بيغلط، والله العظيم كله بيغلط، الاجانب بيغلطوا والعرب بيغلطوا، كله بيغلط. فانت حاول بس تخلص من الرهبة بتاعت انك تتكلم انجليزي قدام حد، بان انت تتمرن تتكلم انجليزي مع نفسك. افتح الكاميرا وابدأ اتكلم.